السلام عليكم، تحياتي لكم. اليوم في هذا الفيديو غادي نكلمكم على زوج صوالح. هذا اللي هو على شكل فيديو طويل فيه موسيقى حزينة، لربما كان يمر عليه أصحاب القلوب الضعيفة يتأثروا شوية نفسيا. يقدر يقول لك أنت وحش اللي راك تتكلم أصلا على هذا الفيديو، لأن فيه موسيقى حنينة، فاللي كان قلبك ضعيف تقدر تبكي. لكن السيتياسي واش هي؟ راح نكلمكم بعد على المساج. بكل اختصار هذه عائلة مروكي داي جزائريه، يبانوا هما زوج افراد شويه كبار في اللاش، كانوا ساكنين عند واحد باطل عيال. نعرفوا حنا اي انسان لديه سكن الكراء لازم تخلص سين وما تسكنش. طردهم بعد ما سكنهم مده. في الليله الاولى فاتوا عليهم جزائريين. لما فاتوا واحد منهم يقول سواتيزي خاطب في ذيك الجزائريه اللي راجلها مروكي، يقول لها والله العالي عظيم، ما دام راجلك مغربي خاصة لأنه مغربي ما راحش نسمحوا فيك. خصص لها يعني ليك أنا عارفينك جزائرية، اللي كان راجلك جزائري سي 50% نعاونوك، 50% ما ندوهاش فيك باش تشوف باش تشوف الطيبة كيفاش دايرة. هذا أول شيء. لما تصور الفيديو هذوك باتوا ليلتين برا، لما تصور الفيديو يجي لاعب كرة قدم دولي جزائري يكري لهم مدة سنة، ونحن نتحدث عن مدينة من المدن الكبيرة في الجزائر، عام كومبلي، 4 شنابر، كوزينة، صالون، ويتكلموا عدة ولايات ناس جابوا مبلغ من الأموال ومدوه لهم، ويقول لهم كالتالي: سلكوا هذا العام الجاي راني راح نكون هنا، ما راحش تخصصوا، خاصة لأن راجلك مغربي. لما تشوف هذه الصور تقول لماذا هذا الإنسان يخصص؟ علاش؟ هل فيك يعني في عروقك يمشي دم مروكي؟ نو، هي واحد النوع من الطيبة زايد بليش في هذا الناس. هذا اللي راك تشوف فيه، هذا عبارة عن فيديو واحد السيد في المطار مروكي كان بالسيارة تاعه، وعندنا جزائري عايش في المروك، كان جاي للجزائر في مومون تاع كورونا، ردوه من المطار ماهوش مفاكسيني. كي ما كانش مفاكسيني شافه هاد السيد اللي مقاري في المطار، بالك يتسنى العائله نتاعه، قال انت جزائري؟ قال جزائري. قال اصبر دقيقه، واش دار؟ ثبت الكاميرا، لما ثبت التليفون باش اولا يشهر به، ثانيا باش يغرس السموم اللي هي معروفه وتجي من عند المروك او يبدلها. انتم كشعب خوتنا وكل شيء، بصح نقول لك حاجه، راه تعني نظامكم هذا نظام حيقسم لي بلادي والمملكه وحنايا كذا. اسمع دابا نحكي لك منا كذا، نحكي لك راه كذا قال المغرب، قال الحكم تاعكم شوفوا المغرب راه يسير للقدام، المغرب راه ماشي، فحبوا يديروا المشاكل وكذا. ايوا يبدي ذاك الجزائري على بالنا راه كذا، وحنا في روحنا قلناها لهم في الحراك، قلنا لهم راكم اكثر من 500 مليار دولار صرفتوا على البوليزاريوم. شوف بليزير حب يديه فقط من المطار، برغم هذاك الجزائري ما لم يطلب مساعده. فعقله الجزائري داه وصوره في فيديو اكثر من 20 دقيقه وهو يتمحور. السيد اللي يقول خاصه مادام راجلك مغربي، علاه ما تجبدوش محمد السادس؟ علاه ماشي نقول محمد يعني راك دير بليزير، علاه اوكي احنا نديرو بليزير، بصح خويا عندكم نظام ها واش فيه ما يقدرش يديرها الجزائري، لا على مستوى الاعلام ولا على مستوى الافراد ولا على مستوى المؤسسات، ولا هم يحزنون ما يديروهاش للاسف. لكن كل جزائري موجود في المروك في يقول لك جزائري الا ومروا لك هذه الرساله اللي هي واضحه. ماساج يهضروا واش كاين الماساج. الجزائر معروفه بلاد خير، ولا ما يتخصوش بلاد الشرف، اللي عايشين في العالم قليل وين تلقى ناس شادين في الشرف تاعهم وعاداتهم وتقاليدهم والى اخره. لدي صديق يفوت في جروب موجود في الفيسبوك، يشوف ماساج في واحد الولايه بدون ذكر الدوله، قال لي شفت كاتبين ماساج كذا حمام ملكي مغربي وزائد كذا، يعني بواحد الكلمات تشفيريه موراها شي صوالح. قال لي انا كي شفت هذه راني حاب نعرف واش كاين.
يتصل. لما يتصل ترد عليه إنسانة تقول له وي، قال لها حنبك شرحي لي كيفاش هذه حمام. قالت له وي عندنا الصونا، عندنا كذا، حنا عندنا بليش بليش، مام عندنا حتى تايلاند ماساج اللي هو ماساج بليس بليس، وعندنا خدامه من المروك. قال لي المروكيه تدلك لي، قال لي وي تدلك، ما ندير شي صوالحك بليش. الثمن شحال؟ 2 ملايين و300. نعم. البرتوشيه اللي تتباع الان ب$10 في جامع الفنا وفي الازنقه نتاع بوسبير للسائح اللي يجي من اي مكان حتى وين كان افريقي، 2 ملايين و400 في ذيك البلاد، والجزائري يخرج من تما معمر سيده. قضيه المساج هذه في كل مره يتم تفكيك او كار لهذا المساج خارجيا، لكن داخليا كاين بزاف صوالح ندار هكا. لربما راح تقوى اكثر. علاش؟ لان وفقا للجهات المعنيه في التصريحات الاخيره، اللهم بارك الجزائر دخلنا اكثر من 2 ملايين سائح، جلهم بين الدول الاوروبيه. الجزائري في بلاده لما يلاقي السواح دائما محمر لينا وجهنا، عمره ما حشمنا، زيرو سكام، ما ينصبش. ميم دي فوا يديك تاكل عنده باطل، ويديك تا في لوطو ويوصلك وتكمل قاعد يقول بغيت تبات عنده تبات عنده، ماشي مشكل. اذا كان خارج هذا الشيء راح يبيع لك ما واضحه، يعني الشهادات نتاع الاجانب لما يجوا الجزائر وقارنوها بمروك بلا ما نحكوا نقعدوا نجيبوا بالواحد. حاجه زينه، دليل على اننا عايشين في خير. اوكي بصح عندك واحد الجار من هي راه عارفك باللي انت تتجه نحو السياحه العالميه، فحب يجيب عندك سموم، واذا دخلت هذه السموم للبلاد راح نقولوا للحياه سلامه. الجزائري ونيفو نتاع تايلاند ماساج وماساج بليس بليس هذو ماهوش تاع الجزائري، لا علاقه بالجزائري. سي يقدر يكون جزائري عنده شويه اموال حاب يدير هذه، هو صاحب الاموال، لكن يجيب لك مروكيه في الوسط. ولا ربما هذه المروكيه جايه فيزا سياحيه التي لا تكلف، ف90 يوم هي تدلك وتنبطح في نفس المحل، ولا ربما لما تقرب تكمل الفيزا تدخل تونس تكاشي وتجي وروح انت وحكمها. لهذا احنا دائما مع فرض الفيزا على المراركه، ونبقى دائما مع فرض الفيزا على المراركه. تحياتي لكم بدون اي اطاله، انظر رساله واضحه، والسلام عليكم.